بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. اللقاء الرابع مع الحملة الانتخابية أو الحملة السياسية. النهاردة هنتكلم على وضع رسالة الحملة. ما هي الرسالة؟ بعد ما انت حددت الجمهور المستهدف بتاعك اللي انت هتشتغل عليه عشان عايزه في النهاية يوم الانتخابات يروح لغاية الصندوق ويحط صوته لك. بعد ما تحدد الجمهور المستهدف ده يجب عليك ان انت تقرر ايه اللي هتقوله له عشان يقتنع بانه يدي لك صوته يوم الانتخابات. ايه اللي هتقوله ده المسج او رسالة الحملة الانتخابية. ودي الخطوة الرابعة في الترتيب بتاعنا في الشغل بتاعنا. هنا انت بتخبر الناخبين او بتقول لهم انت ليه نازل انتخابات، ليه بتتنافس للوصول لهذا المنصب المحدد، وليه هم يجب ان هم يصوتوا لصالحك ويسيبوا المنافس بتاعك. يعني انت نازل على رئاسة الجمهورية ضد الرئيس الحالي، يبقى انت بتقول لهم انت نازل ليه؟ نازل لان انا مش عاجبني الاوضاع الحالية او الانجازات الحالية او الفشل الحالي، سميه زي ما تسميه. انت معترض على الوضع الراهن الستاتس كو وانت عايز تغيره. يبقى ليه انت نازل؟ عشان انت رافض الوضع الحالي. تمام؟ طب هم هيصوتوا ليك ليه؟ يعني انت احسن من الرئيس الحالي في ايه؟ احسن من الرئيس الحالي في 1 2 3 4. 1 2 3 4 دي انا عايزين نحطها في جملة بسيطة جدا. ليه؟ الرسالة عبارة بسيطة يسهل ترديدها مرارا وتكرارا طوال مدة الحملة الانتخابية عشان تقنع الناخبين المستهدفين بانهم يدوا لك اصواتهم يوم الانتخاب. تاني، الرسالة لازم تكون جملة بسيطة او عبارة بسيطة سهل ان هي تتردد على الألسن وتتكرر طوال مدة الحملة الانتخابية عشان تقدر تقنع الناخبين بانهم يروحوا يحطوا الصوت بتاعك. واخد بالك؟ رسالة الحملة برضو هي مش برنامج المرشح، مش البرنامج الانتخابي المرشح، هي جملة. البرنامج المرشح هيقول لنا ايه هو اللي هيقوم بيه اذا هو تم انتخابه. برضه هي مش قايمة القضايا اللي المرشح هيبص عليها ويحاول يحلها او يوجد لها حلول، انما هي بقول لك هي عبارة بسيطة سهل ترددها. طيب ايه المعايير بقى اللي هي تحدد ان الرسالة تكون مفعلة او فعالية الرسالة؟ اولا يجب ان تكون الرسالة قصيرة، قلنا جملة بسيطة جدا سهل ترددها. انت اذا ما كنتش قادر على انك توصل رسالتك للناخب بفاعلية عالية في ظرف دقيقة واحدة، يبقى انت بالتأكيد هتفقد فرصة الاستحواذ على اهتمام الناخب، وبالتالي صوته مش هيديلك، لان انت المفروض ان انت تقوم رصص له رصة سريعة. واخد بالك؟ جملة بسيطة. يعني على سبيل المثال اللي هينزل انتخابات النادي الاهلي الرئيس، ممكن يا كابتن محمود الخطيب هيجي يقول يا جماعة احنا عايزين نرجع الاهلي لسابق عهده. ايه هو الاهلي فوق الجميع؟ الاهلي فوق الجميع داخل النادي الاهلي اللي هي انكار الذات، الاهلي فوق الجميع خارج النادي الاهلي اللي هو اهل البطولات. مفيش بطولة بتروح. واخد بال حضرتك؟ فيبقى هو الاهلي فوق الجميع. او يجي يقول المستشار المهندس محمود طاهر يقول الاهلي الرائد. احنا بنبحث عن ريادة الاهلي دائما في المحافل المحلية والاقليمية والدولية. فالاهلي لازم يكون رقم واحد في كل حاجة. رسالة واضحة، واخد بالك، وصريحة ومفهومة وسهل ان هي تتردد. كل ما كانت الرسالة واضحة وسهل ان هي تتردد، كل ما انت عرفت ان الرسالة بتاعتك هتوصل لاكبر عدد من الناخبين، حتى اللي هم مش هيدولك، اللي هم مصممين ان هم يقفوا او معترضين على شخصك تحت اي وضع من الاوضاع. لازم الرسالة تكون صادقة وذات مصداقية. يعني انت ما تبقاش انت نادي تعبان مش عارف ان هو يجيب بطولات ودايما فين وفين على ما بياخد بطولة وبطلعه الروح، وتيجي تقول لي النادي فوق نادي كذا فوق الجميع. فوق الجميع من ايه؟ هتجيبه من ايه؟ ما تبقاش الناس بتمسك في بعضها جوه النادي وبتتناحر وبيستنوا قاعدين لاي حد بيتبوأ المنصب ان هم يوقعوه من اللي مسك المدير الفني
يبدأوا يلسنوا عليه، يبدأوا يوقعوه، وتيجي تقول يبقى ده مش مفيش فوق الجميع ولا في حاجة مثلا. واخد بالك؟ يجب ان الرسالة تكون صادقة. في كتير من الرؤساء والسياسيين اللي بيوعد وعود ما بعدها وعود، واخد بالك؟ واول ما يمسك يلحس كلامه، فهنا الرسالة بتاعته مش هتبقى صادقة. اما تيجي انت تقول لي مثلا ان انا نازل رئاسة الجمهورية عشان مصر تبقى دولة عظمى، يبقى انت راجل كذاب وراجل منافق، راجل مستهتر بالشعب ومستهتر بالناس وما بتفهمش حاجة، لان مفيش مصداقية. منين الموارد ومنين تلاقي تاكل، واخد بالك؟ انما ممكن تقول بدل ان هي حاجة زي كده، تقول مثلا اللي هي الشعار بتاع الثورة، تمام؟ عايش. كلمة عايش اللي هي عايش ايه؟ العيش بشكل كريم، صح؟ حرية، ان يبقى فيه حرية سياسية او الست او السبع حريات اللي نص عليها الاسلام والديانات الاخرى، واخد بالك؟ حرية الفكر، حرية التنقل، حرية الاعتقاد، حرية. ماشي؟ عدالة اجتماعية معبرة، ان انت عايز الدخل بتاع مصر يبقى فيه عدالة في توزيع الدخل على السكان او على المواطنين المصريين، مش 20% بياخدوا 80% من الدخل و80% بيتوزع عليهم ال20% عشان يفضلوا تحت خط الفقر مثلا. كرامة إنسانية أو كرامة وطنية، استقلالية القرار الوطني. أنت تابع لدولة عظمى، وكل الرؤساء من أيام السادات وأنت قاعد بتاخد القرار. أمريكا اللي بتاخد القرار وأنت بتنفذ حتى تاريخه، عشان بس محدش يتكلم يعني. فأنت تيجي تقول استقلالية القرار الوطني زي ما حصل في عهد عبد الناصر. قال لك احنا لا نروح ناحية الشرق ولا نروح ناحية الغرب، راح فعلا مستقل، وعشان يأيد نفسه ويقوي نفسه بالاستقلال لازم تكون له كتلة ينتمي إليه. فعملوا كتلة إيه؟ الناس اللي هي لا عايزة تروح لا شرق ولا غرب، وسماها كتلة عدم الانحياز. يبقى لازم إن الرسالة تكون صادقة وذات مصداقية، يعني أنت قادر إن أنت تحقق الرسالة دي على الأرض. يجب إن تكون الرسالة مستهدفة. يعني إيه مستهدفة؟ الناخبين اللي هم هيدوا لك صوتهم مختلفين عن ان هم مش هيدولك تحت اي وضع. يبقى انت هتستهدف مين؟ هتستهدف اللي هيدولك. وهتستهدف مين؟ هتستهدف اللي هم لسه ما حسموش امرهم، وربما او ممكن او من المحتمل ان هم يدولك. يبقى من هنا لازم ان الرسالة تكون مستهدفة، عايزة حد راح لحد معين. وانت طبعا قلنا ان انت عارف مين الناخب ده وطبيعته وبياخد القرار ازاي وبيحب ايه وبيكره ايه، فتبقى فاهم انت بتعمل ايه. في معظم الاحوال هتيجي تبص تلاقي الناخبين عايزه ايه؟ عايزه معلومات واضحه عن الشخص اللي نازل عشان تقدر ان هي تحكم عليه، هل هو منحاز لمطالبهم للفئه بتاعتهم فعشان هم يدوله ولا لا. يجب ان تكون الرساله مقنعه ومهمه للناخب، يعني بتلفت نظره وبتستحوذ على اهتمامه. يعني دلوقتي انت بتتكلم بقول لك في دايره مصر الجديده، ايه اللي يهم الناخب والرسالة تكون مقنعة له ازاي، غير ما تكون الرسالة متوجهة لمصر القديمة، غير ما تكون الرسالة متوجهة بدلا من العاصمة لمدينة اقليمية زي طنطا، زي المنصورة، زي الزقازيق، زي كفر الشيخ، او في الصعيد زي اسيوط، زي قنا. كل ده الرسالة لازم تكون مقنعة وهامة للناخب. تمام؟ طب لو انت بتتكلم على وضع قومي، سواء انت بقى عضو برلمان او رئيس جمهورية، تبقى هموم الوطن. انت دلوقتي بتكافح الارهاب، يبقى يا ريت الرسالة عن ان ازاي تقضي على الارهاب قضاء مبرما مرة واحدة، مش زي ما حصل الان. او على استقلالية القرار الوطني، بدل ما انت حاسس ان انت تابع لشيوخ النفط، حاسس ان انت تابع لامريكا، حاسس. فكل ده هيهم المواطن في الصعيد، ويهم المواطن في بحري، ويهم المواطن في اسكندرية، ويهم المواطن في القاهرة الكبرى وكل حاجة. يبقى لازم الرسالة تكون مقنعة وهامة للناخب. لازم انت تكون بتتكلم عن الموضوعات اللي بتهم الجمهور المستهدف بتاعك.
ممكن الموضوعات دي عن المشاكل اليومية اللي بيواجهها يوميا، مش القضايا اللي السياسيين بيعتقدوا ان دي مهمة للسياسات العامة. تمام؟ من المحتمل ان الناخبين يأيدوا المرشحين اللي هم بتكلمهم كلام يفهموه، بتكلمهم عن الوظائف بتاعتهم، عن تعليم أطفالهم، عن التأمين الصحي، عن المعاشات التقاعدية، عن الضمان الاجتماعي، أكتر من المرشح اللي هو قاعد يتكلم عن الموازنة العامة والاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. كلمني يا عم كلام أفهمه على قدي، فاهم؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أمرت، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. كل ما قدرت ان انت تكلمه بلغته، كل ما فهمك، كل ما انت زودت عدد الناخبين بتوعك اللي هيحطوا لك اصواتهم يوم الانتخابات. الرسالة برضو لازم توضح ان انت ازاي انت مختلف عن المرشحين اللي بيتنافسوا معاك. يعني انت مختلف في ايه؟ ايه الجديد فيك؟ بتقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه؟ بتوعد نفس الوعود اللي هم بيقولوها؟ واخد بالك؟ بتتحرك بنفس التحرك ولا انت مختلف؟ عندك ايه؟ فلازم الرسالة تكون موضحة الكلام ده. تمام؟ واحد بيقول للأهلي فوق الجميع، التاني بيقول للأهلي رقم واحد. تمام؟ احنا ممكن نقول أهلي الألفية التالتة، لأن عارفين إن في الألفية التانية الأهلي كان رقم واحد وكان الأهلي فوق الجميع. الألفية التالتة اللي هي إيه؟ نقول الأهلي دوليا أو الأهلي الدولي، يعني أنا عايز أوصل للمستوى العالمي مثلا. فتبقى أنت مختلف في رسالتك، بس برضه قادر إن أنت تعمل الكلام ده عشان يبقى فيه مصداقية. الرسالة بقى وأنت بتتكلم وأنت بتقول وأنت بتكتب وكل حاجة لازم تبقى خارجة من القلب عشان توصل للقلب. يعني لغتك سهلة جدا جدا جدا. أقل ناخب في المستوى الثقافي فاهم أنت بتقول إيه، بيعي اللي أنت بتقوله داخل في قلبه وداخل على عقله، سهل بسيط. معظم السياسيين أو السياسيين عامة بيبقوا عايزين إن هم يعني يتكلموا بسياسة تقرير الفم زي ما بيقولوا، اللي هو يتكلم كلام كبير مجعلص مش فاهمينه، عشان يبين ان هو راجل متميز وان هو راجل من النخبة وان الراجل بيفهم حاجة الناس دي مش فاهمينها. هم يقعدوا قدامه فاتحين بقهم مش هيدوا لك حاجة. هيجي واحد تاني هيقوم قايل لهم كلمتين هيقوموا قافلين بقهم ويقوموا مدينه الصوت بتاعهم. يبقى انت لازم تكون بلغة سلسة جدا او غاية في السلاسة. انت مش هتدخل الجمهور الناخبين بتاعك الكلية عشان يفهم اللي انت بتقوله، يدرس اقتصاد وسياسة وعلم اجتماع يعني كلام فارغ يعني. فلازم تكون بسيط جدا. السياسيين او المرشحين اللي بيقدروا يأثروا على قلوب الناخبين غالبا هم اللي بيكسبوا المعركة وبيهزمهم اللي بيخاطبوا العقول، لان احنا ناس بطبيعتنا عاطفيين. لو انت اتكلمت على العاطفة مدعمة، يعني عملت رسالة بتخاطب العاطفة والوجدان بتاع الناخب بتاعك مدعمة بشيء من العقل، ان العقل يقبل الكلام ده، فثق وتأكد ان انت عملت رسالة جميلة جدا جدا هتوصل للناخب بتاعك وهتخليه ان هو يروح يديلك الصوت بتاعه. نقطة مهمة قوي، الرسالة قاعدة تتقال عمال على بطال. يجب ان انت تكرر الرسالة مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا. ليه؟ عشان الرسالة دي ترسخ في ذهن الناخب ما تروحش منه. فلازم ان هم يفضلوا يسمعوها عدة مرات، زي الاعلان التلفزيوني. الاعلان التلفزيوني معتمد على ايه؟ عملية الالحاح على ذهنك، الالحاح على ذهنك. الولد الفقري اللي هو بتاع الاسمنت ده اما بيجي لك اول ما انت بتشوفه هو والواد القصار اللي واقفين بتقول يا ده على الفقر، بس انت افتكرت السلعه ايه؟ بتاعه الاسمنت يا عم. واخد بالك؟ البيت قاعد بقع، الطياره بتقع، خلاص، بس انت حفظت بايه؟ بالاسمنت. تمام؟ فهو رسخ ربط لك ان الفقر ده، واخد بالك، هو اللي بيعمل الدعوه بتاعت شركه ايه؟ الاسمنت اللي بيستحمل. اوعى تغير مضمون الرسالة تحت أي وضع كان
طوال مدة الحملة الانتخابية. يعني على سبيل المثال الأندية تبدأ غالبا في 1/12، في 8/12، في 15/12. الأندية اللي هي هيبقى لها انتخاب مجالس الإدارات زائد 204 مركز شباب على مستوى الجمهورية لازم تنتهي السنة دي منها، واخد بالك؟ يبقى احنا بنتكلم عن الحملة الانتخابية من ايه؟ من دلوقتي. الإعداد للحملة الانتخابية اللي هو 7 و8 و9 هتفتح باب الترشيح على الأقل قبلها 45 يوم، يبقى في نص 10. يبقى عندك 7 و8 و9 و10، واخد بالك؟ وال 45 يوم بتوع الحملة الانتخابية لغاية 1/12 أو 8/12 أو 15/12 عندك رسالة انتخابية واضحة لا تتغير يتم تكرارها على مرأى ومسمع من الناخبين طوال المدة. يعني ان شاء الله ان انت تسجلها كده زي العيال بتوع العتبة ب2.5 ب2.5 ب2 كده. تمام. في مؤشر مهم جدا ممكن احنا نتكلم عليه دلوقتي، ان هو نسبة اهتمام الناس بالسياسة. نسبة اهتمام الناس بالسياسة في معادلة علمية عارفينها احنا كلنا المتخصصين، بتقول ان 1% من السكان، ده وضع عالمي، 1% من السكان اللي هو بيمثل شريحة رؤساء الأحزاب واللي هم بيسموهم النخبة، اللي هم حياتهم سياسة، حياتهم سياسة بصرف النظر عن شغلهم، إنما هم دول اللي مهتمين بالعمل السياسي وبيقوموا بالعمل السياسي زي رؤساء الأحزاب وزي النخب والقطاعات والكلام ده، هم دول اللي قاعدين لها. 1% دول اللي هم بيتدخلوا بشكل مباشر في أمور السياسة، involved in أو يعني متورطين فيها، موصومين بيها، عايشين بيها، بيتنفسوها. 9% اللي هم الناس المهتمة بشكل غير مباشر بالسياسة، دين هم الشريحة بقى اللي بتدور حوالين السياسيين، الشريحة اللي بتدور حوالين الأحزاب والكيانات السياسية، زي الاتحادات، زي النقابات، زي مدير الشركات، رجال الأعمال. كل ده هتلاقيه بيمثل 9%. ليه؟ لأن الموضوعات السياسية بتمسهم من قريب ومن بعيد، وربما تؤثر على استراتيجية أعمالهم وخططهم ومواردهم المالية والاقتصادية، فلازم يبقوا مهتمين بالسياسة. يبقى عندنا نوعين، أو 1% اللي بيشتغل سياسة، وال9% اللي هم حواليهم المهتمين بشكل غير مباشر. يجي بعديهم 15% من السكان، دول الشريحة من الناس اللي بيبقوا عندهم رغبة ان يعرفوا معاني الامور السياسية عن العامة، يعني مهتمين بالشأن العام. ماشي. دول اللي هم بتلاقوهم مثلا حريصين على انهم يشتروا الجرايد الصبح، حريصين على انهم يقعدوا قدام التلفزيون قدام برامج التوك شو السياسية يعرفهم، يعني هم بيتناولوا او بيتلقوا معلوماتهم السياسية او عن ما يخص السياسة عن طريق وسائل الاعلام. تمام. 75% بقى احنا قلنا 1 و9 و25 و15 يبقى دول 25%. ال 75% اللي باقيين من الناس دول شريحة المجتمع الأكبر، ده على مستوى العالم على الشرق والغرب، بعيد عن التقدم والتخلف. 75% من الناس لا تستهويهم السياسة ولا الشؤون السياسية، وبتلاقيهم بيغيروا مؤشر القناة بتاع التلفزيون لو جه برنامج سياسي بتاع التوك شو أو بتاع بعد 10 بعد 20 بعد 30 ثانية حد أقصى. لو وصلوا دقيقة يبقى من الله، لو قعدوا يبصوا على البرنامج ده لمدة دقيقة يبقى من الله. ماشي. طب افرض ان انت دلوقتي راجل سياسي ونازل حملة انتخابية رئاسية او حملة انتخابية على مستوى البرلمان، وجالك لقاء تلفزيوني، احرص على ان تكون المسج بتاعك في جيبك طالع على لسانك، اما تبقى في 10 ثواني احسن من 20 ثانية، احسن من 30 ثانية، احسن من دقيقة، عشان تضمن ان اكبر عدد من المشاهدين اللي هم الغير مهتمين بالسياسة شافوا الرسالة بتاعتك ووصلت لهم وفهموها. في سنة 1932 حصل انهيار اقتصادي كبير في امريكا، وده اللي هو الركود الاقتصادي العظيم، بيسموه الركود الاقتصادي العظيم في القرن العشرين او في اوائل القرن العشرين او في النصف الاول من القرن العشرين. ومن ايامها على فكرة الانهيار الاقتصادي ده او الركود الاقتصادي ولغاية الان بيأثر على الاقتصاد العالمي. تمام.
اما حصل الركود الاقتصادي او الانهيار الاقتصادي الكبير ده في امريكا، حصلت انتخابات رئاسة. كان روزفلت اللي هو الرئيس الامريكي المشهور احد منافسي الحملة الانتخابية الرئاسية. تمام. كان بيتكلم او بيوجه رسالته للناخبين ازاي؟ بيقول لهم ان كل شخص في امريكا يستحق فرخ، او من حق كل مواطن امريكي فرخ. شوف الرسالة، من حق كل مواطن امريكي فرخ، او فرخة لكل مواطن. دي الرسالة كانت بتاعت روزفلت في الحملة الانتخابية في 1932. منافس روزفلت، وطبعا احنا كلنا ناسيينه، هو في كتب التاريخ بس لان اللي نجح روزفلت. منافس روزفلت كان بيتحدث للجمهور الامريكي عن ايه بقى؟ عن الركود الاقتصادي والمشاريع المستقبلية والنهضة الاقتصادية. كله كلام محدش فهمه من الناخبين، فهموا فرخة لكل مواطن، راحوا مديين روزفلت بتاع الفرخة وسابوا الراجل اللي قاعد بيتكلم كأنه بيتكلم في مدرج جامعي. يبقى الرسالة يجب ان هي تكون بسيطة، مفهومة، سهلة الفهم، سهلة الحفظ. لما انت تطور رسالة واضحة دقيقة مقنعة، لازم انت وكل افراد حملتك الانتخابية يستخدموا الرسالة دي ويرددوها في كل فرصة تسمح، وانت ما تقفش عن ادائها خلال فترة الحملة ابدا. ولذلك المنافسين ممكن ان هم يستدرجوك ل حاجة اعلامية، صحافة، حاجة مرئية، على التوك شو، على التواصل الاجتماعي، واخد بالك. المهم ان هم يجروك لحاجة اعلامية ويبدأوا ياخدوك بعيد عن رسالة الحملة ويوجهوا لك اسئلة عشان الرسالة دي تضيع، وانت تفضل مهتم بالرد على اللي هم بيسروه. فبتخرج عن ان انت تتحدث عن القضايا اللي هو البرنامج الانتخابي اللي انت كنت عامله، واللي هو كان هيأثر على المواطنين، وعارف ده هيحل لهم ازاي المشاكل، ويبعدوك خالص عن الرسالة بتاعتك وعن البرنامج الانتخابي بتاعك. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن تطوير الخطة. احنا النهاردة اتكلمنا عن الرسالة، المرة الجاية هنتكلم عن تطوير خطة اتصال المرشح بالناخبين. نشوفكم على خير. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو ان انتوا تدوسوا لايك، تشتركوا في القناة، ودعواتكم بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.